مين الفرعون اللي أكبر إنجازاته في مصر القديمة ولحد النهاردة مشهور جدا؟ وليه مشهور جدا لحد النهاردة؟ أشهر فرعون في تاريخ مصر اللي ليه إنجازات هو تحتمس الثالث، اللي اتسمى أحيانا بالإسكندر الأكبر المصري بسبب إنجازاته العسكرية الضخمة. هو اللي قدر يوسع حدود مصر لحد مناطق كتير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وده خلى مصر قوة عظمى في عصره. غير إنجازاته العسكرية، تحتمس الثالث كان عبقري في الإدارة والتنظيم. نظم الجيش بشكل احترافي واهتم بالاقتصاد والزراعة، وطور شبكة القنوات والمخازن لتأمين الموارد، وكمان كان راعي للفن والمعمار، وبنى معابد رائعة وزخارف وأعمال فنية اتبقى منها آثار لحد النهاردة. تحتمس الثالث بيعتبر مثال على القائد المصري اللي مش بس بيحارب، كان كمان بيخطط وبيفكر في كل تفصيلة عشان حضارته تبقى قوية ومستقرة. وده السبب اللي خلى اسمه مشهور جدا ومدرس في كل كتب التاريخ.